الفريق الوحيد اللي بيلعب بره ارضه 4 ماتشات اتحاد الزمالك في سوهاج، والنهارده احنا بنلعب برضه ارضنا يعتبر سوهاج دي، يعني احنا بتمثل الصعيد فينا. للاسف 90% من الجمهور زملكاوي بيشجعوا الزمالك. انا فرحان ان هم برضه انهم شافوا المباراه واستمتعوا، بس عايز اقول حاجه لجماهير الصعيد، لولا الجونه او بطوله اسيوط كابتن احمد خليك كمل بس. اتفضل. لولا الفرق اللي هي بتمثل الصعيد، انت بتشوف اهلي الزمالك خالص في الصعيد، انت مش هتشوف هتلعب درجه ثانيه طول عمرك. يعني لو ما شجعتش فرقتك اللي جابت لك الاهلي والزمالك غصب عنهم ضم الصعيد مش بارادتهم، لان طلبت الزمالك او الاهلي او اي فرقه كبيره تلعب ماتش ودي في الصعيد والله ما حد هيوافق. احنا بنجيب لك فرقه غصب عنها في بلدك، شجع فرقه بلدك اللي بتمثل الصعيد، وبعدين تيجي انت بقى شجع براحتك، بعدين الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي براحتك. بس انا بعتب على جماهير الصعيد بس في دي، لكن للاسف كان نفسي العب في الغردقه، العب في البحر الاحمر في الجونه. احنا عندنا امن كويس، امن ماتشات كاس عالم في مصر الجونه والزمالك، لعبنا الاسماعيلي، لعبنا المحله، لعبنا حرس حدود، ادينا مباراه كويس، احنا اتحرمنا ان احنا نلعب على ملعبنا، بالمقابل ان اي فرقه بتلعب نقول له تلعب في الصعيد يقول لك هسافر الصعيد، يبقى كتر خير الجونه، كتر خير البترول اللي بيسافر 15 سفريه يلاعب الفرقه دي، ومش بنشتكي من حاجه ولا ارهاق ولا حاجه. بس انا بقول الحمد لله عندنا كوره كويسه، وبقول الزمالك النهارده ما يستحقش الفوز.